حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم في برنامج مرايا. من خلال برنامج مرايا أعزائي المشاهدين نسلط الضوء على شخصيات مميزة من وطني الحبيب الكويت. اليوم طبعا سلط الضوء على شخصية رياضية جميلة مبدعة في مجال رياضة التنس سابقا، والآن مدرب وصاحب رائد أعمال في مجال البادل. بس ورحب بالكابتن محمد الشطي، حياك الله ويانا. الله يحييك اخوي عبد العزيز، ومشكور على الاستضافه الجميله، ويشرفني اني اكون متواجد معك في هذا البودكاست الرائع. حياك الله واهلا وسهلا فيك. عاد ابو جاسم، شنو اكثر لقب قريب لقلبك؟ كابتن محمد الشطي، ابو جاسم، شنو اللقب؟ والله يعني بعد بدايه البزنس مدرب كابتن خلاص صرت اسمعها بكل مكان. ابو جاسم صارت يعني نادره تصدق، قليل. يعني قليله جدا. كابتن وين ما اروح كوتش كابتن، لكن كلهم والله قريبين للقلب. والتيم اللي عندك شو يسمونك اكثر شيء؟ شباب الاجانب المدربين؟ كوتش كابتن، لانه هي بيئه عمل قاعد اقول لك، فانا افرق بين هذا الشيء، كابتن او كوتش. ابو جاسم بالديوانيه اكثر، الربع، الاصدقاء المقربين والاخوان طبعا والعائله. هاي ننوع لك بالمسميات. انت اكيد يا عبد العزيز اللي يريحك اكيد. يسلمك ربي. حضرتك انت من اسره رياضيه في مجال التنس، وايضا انت صاحب رائد اعمال في البادل، بس الوقت الراهن انت ذكرت قبل انه هي صارت هبه، لكن هبه حلوه. بس الظاهره هذه شلون شفتها انت استقبلتها في البدايه؟ لا حد هذه بالبدايه، يعني البادل اول ما دخلت عالمنا والخليج والوطن العربي ما حد كان له رؤيه بهذا الشيء، لان اقول لك من 1969 موجوده الرياضه. يعني من كان يتوقع ان يوم من الايام راح البادل يعني تدش بهذه الدخله وتنتشر بهذه السرعه؟ هذا واحد، ما حد كان عنده الرؤيه. احنا شايفينها من قبل وشفناها ببطولات، كنا نلعب تنس باوروبا وبرتغال، بعد قطر اول الدول اللي بنت ملاعب، اذا ما خاب ظني قطر والامارات، فشفناها لكن ما اعطيناها الاحقيه. قلنا هذه ميني تنس ممكن، ولا كان لنا تصور ولا ببالكم ولا ببالنا. سبحان الله، يعني تبنوها شخصيات من رائده بالكويت، خلينا نقول كالشاليهات والمزارع. بالبدايه كان يعزمون منو كان لاعب بادل للحين؟ لاعبين تنس، ما في حد غيره، 50-100 لاعب، المعتزلين اللي موقفين واللي منهم للحين بطل، يعزمون حياكم لعبون خلينا نلعب. وهذه يعني سبحان الله، شيء سحب شيء سبحان الله. فرق معك المضرب؟ اكيد لا، مضرب تنس يعني الريتش، مضرب التنس الريتش طويل جدا. صح. البادل يمك اكثر، حتى يعني اختلاف من هناك سترينج، حتى لو تلاحظ التنس في سترينج، تغير السترينج. البادل ما في هذا الشيء، تحس بالكره احساس غير، يعني جدا مختلف عن بعض جدا. صح. إذن شنو اللي خلى بوجهة نظرك ان اللعبه انتشرت بهالشكل الكبير بالكويت؟ اسباب كثيره. واحده انها جت بتوقيت مثالي، قلت لك بعد جائحة كورونا الله يعوده، يعني توقيت مثالي ان الشعب كان يبي اي شيء يطلع فيه طاقته المخزونه، كانت كم سنتين قعدنا، فتوقيت مثالي، زائد سهوله تعلم الرياضه. قلت لك مقارنه بالتنس سهله جدا، لكن مو احتراف، سهله التعلم للكل. والاعمار تستقبل جميع الاعمار، من صغار تحت 10 سنين الى ان شاء الله عندي لاعبين 50 سنه 65 سنه بالاكاديميه يلعبون عادي، يلعب عادي. هي فن، هي رياضه، هي كارديو. خلينا نقول عشان نلخصها، توقيت مثالي، سهله التعلم، ورياضه وبيئه اجتماعيه، صارت ظاهره اجتماعيه بنفس الوقت. رياضينا من ظاهره اذا رياضه زين، ليش لا؟ اي ليش لا؟ بس في شغله قاعد تصير، انت لنا انسان، انت اسره رياضيه، في ناس رياضيين، لكن في اعتبارات قاعد تدخل ابيك انت تجاوب عليها بصراحه، لان احنا ناشين الحين حامي اليوم، حامي كنا الحين عبد العزيز ان شاء الله. نسخن عادي، نسخن من الاجوبه. هي تعتبر رياضه حق الشخصيات النبيله، او رياضه الناس نقول الطبقه الراقيه، بس هل تشوفها هنا رياضه قاعد تصير حق البرستيج؟ يعني مثل ما نقول، انا ما ابي اقول كلنا، هي تندرج من لعبه الملوك. التنس، بادل تنس كانت اسمها بالاول، والان بادل. هي لعبه مكلفه، التنس مكلفه، البادل مكلفه، فممكن شوي كانت فيها نوع ما من برستيج، حتى اشوف الناس يروحون يصورون انه برستيج. لكن احنا بعالم اليوم انه لازم السوشيال ميديا، الناس اي شيء فيه برستيج نوعا ما راح يروح ويصور، يعني لازم احنا نواكب هذا الشيء. هي برستيجز، ما اقول لك نعم برستيج، البادل والتنس هي برستيج. يعني انا بتكلم موضوع شوي صريح اكثر. دخول المؤثرين والفلونسرز في الرياضه هذه، وجودهم معاك في الكورت، نشوفهم معاك شخصيات فلونسرز كثير والله صحيح، يجون عندك يصورون ويلعبون وكذي. الفكر اللي هم انت قاعد تستنبطه، احنا مو سالفه نقد، بس انا بتكلم كواقع، انت انسان رياضي، وجودهم يخدم الكل،
يخدمك كترويج، هذا شيء طبيعي. صحيح. ترويج اللعبه بشكل عام. وجودهم معاكم سلبي ولا ايجابي؟ سلاح ذو حدين. يعني بالبدايه انا اشوف انا واحد اول شيء يعني بالبدايه طبعا ما حد يعرفك، كل ما يعرفك ما يثمنك، فخلينا نقول البدايات الاولى لما تكون لاعب ومدرب من هذا الشخص، ما يعرف السي في، ما يعرف ان انا دربت عمري 18 سنه بامريكا، يعني كنت ادرب برايفت تنس، سلسله بطولات لا تعد تحصى، عائله، فما تلوم الشخص هذا. بعدها دخلوا الانفلونسر فجاه، ولا عمري ترى يعني رحت او كلمت احد، هم سبحان الله يبي يجربون وهم انفلونسر، فعادتهم التصوير يعني لازم يصور. فكان يعني سلاح ذو حدين. في ناس تقول لا المدرب مثلا يعني انا او سواء غيري انه للشهره فقط او لكسب الشهره، او هذا السلاح ذو حدين. والثاني خدم ناس كثيره ان يقتدون في الانفلونسر هذيل ان يجربون الرياضه. والحلو حتى نلاحظ حتى اخر صوره لهم في اخر ضوء لازم يكون ماسك المضرب او بالملعب. شنو يعني لك الشيء هذا؟ هذا يعني هذه الاخيره لازم قبل ما نختم. طبعا يعني قبل ما يختمون التدريب ترى انا ازفهم على هذه يعني اقول لك يا ان التصوير كثير مرات في ناس يضايقك الشيء هذا، ان معن انت وقتك يبيك تستفيد. أيوة. بالعكس خذ لك وقت، اعطيك انا واحجز لك زياده، اخذ وقت معين صور فيه. في متدربين مدربات يصورون اكثر ما يلعبون، هذا شوي يعني تقدر تقول شوي سلبي، لكن بالاخر هو قاعد يستفيد. وفي ناس ترى حدها تتعب يعني نص ساعه. منو من الشخصيات اللي انبهرت فيها؟ ياك عبالك هو انفلونسر لكن حب الرياضه، قاعد يكمل، قاعد يتعب، قاعد يجتهد؟ عشان لازم هذا الجواب لازم يكون دقيق. طبعا يعني شفت، هل تبي يكون دربته ولا شفته بشكل عام يلعب معنا؟ بشكل عام يعني يا انت دربته بشكل عام بس انبهرت. انت قلت يمكن هذا جاي مؤثر، يا يصور، يا يبي ياخذه كمحتوى له. اقول لك اياها، وهو اخ وعزيز وغالي ومن رواد يعني رواد البزنس بالكويت وانفلونسر كبير، محسن الكوت. نوجه له التحيه. يعني محسن بالبدايه يوم شفته يدش بالبادل قلت يمكن ما يستمر، ممكن يغلب الاستسلام، لانه هو خلينا نقول يعني هو مو بعمره صغير جدا، بالمتوسط، وبلش ما عنده خلفيه تنس ولا سكواش. يلعب سكواش انا محسن يعني كان يلعب سكواش بسيط بدون خلفيه، قلت ما راح يكمل. لكن اذا بنتكلم يعني عن افضل مستوى من هذه المشاهير، محسن ما شاء الله كمل بشكل خذاها بجديه وكرياضه رسميه، وما شاء الله مع اخوي اكثر يروح يدربون مع بعض ويسافرون بطولات بالخليج والعرب، واثبت نفسه. اوجه له تحيه لانه ما شاء الله هو انسان شغوف، هو انسان يعني اذا يحب شيء ما شاء الله عليه يواكب عليه، يبهر الناس ما شاء الله فكره، وهذا فوجه له التحيه والله عافيه محسن. لا والله وجه له التحيه. ومحسن ما شاء الله من الشخصيات الملهمه. يعني من الاشخاص يعني هو كان في مجال رياده الاعمال، قال لا ليش ما اصير رياضي على عمر متوسط يعتبر. يعني بدون خلفيه لعبه مضرب قاعد اقول لك، فشيء مبهر والله، اقول لك اكون صريح جدا. هذا ابهرك بشكل ابهرني والله. وجوده يومين يصور حتى عندكم بالكورت. يعني مو عندنا، هو قريب للعائله، وقلت لك يلعب مع اخوي كثير وبطولات، وما شاء الله بنستفيد من خبرته بالبزنس يعني اول من البدايات. بعدها يتدرب والله، يتدرب في جميع كل مكان يعني. صح. شو الشغلات اللي الناس فهمتها غلط عن البادل؟ حلو، هذا يعني في كثير، بس خلينا نتكلم عن شغله هذه اللي قلناها يمكن باول مقابله. هي سهله التعلم بس مو سهل انك تصير محترف. هي رياضه بالاخر صعبة. والشيء الكبير جدا الناس مو ماخذته بعين الاعتبار اللياقه البدنيه. حالة على اي رياضه. انا اليوم حتى لاعبين انصدم، انا ربع ساعه يمكن اسخنهم يتعبون يطيحون. اقول انت لو تسوي فتنس احنا كنا نسويه او اللياقه البدنيه. امانه بالتنس كم كنت تسخن؟ والله انا ما بقول يعني حتى يمكن يعني اتذكر هذا الماضي والحين على اصابه يحوشني مثل شوي قشعريره بالبدن. انا كنا 8 كيلو 12 كيلو ونركض تسخين، او مرات ركضت 12 كيلو ما عجب المدرب يقول روح اركض مشرف، يسميه مشرف هيك، ركضها مره ثانيه تعال. لكن نروح جبال بالسويد والله يا عبد العزيز مره من كثر ما قاعد يجبرنا نركض بجبل، الجبل صار مرتفع جدا يعني ريلي ما قاعد تصعد. البطاط شلونها؟ ما قاعد تصعد، شد دمعتنا على عيننا وعادي هني قاعد نزلق دم، يعني جهد كبير جدا يعني كان عامل كبير، فالناس مو ماخذته بعين الاعتبار. شنو الشيء اللي الناس فهمته غلط عن رياضه البادل؟ انت قلت قبل شوي ان انتم قاعد تتعبون مجهود بالسويد، كم مشيت فوق؟ لا وايد والله ما اتذكر. كان الكابتن عشان يعاقبنا مثال، ما عندنا كان يعني حتى السوشيال ميديا مو وايد ولا تليفونات، يقطنا كان في غابات يعني كان غابات صغيره، يقول يلا دلوا دربكم الى البيت.
ركض، ما بشوف مشي، ركض اركض عاد. انت شوف اللي يضيع اللي ما يقدر، اللي يقعد على جنب خلاص مو قادر يتحمل. وايد والله معسكرات كنا قلت لك ما نقدر، التحمل عندنا خلاص push you to the limits وزود. وربع ساعة الحبايب، ربع ساعة نص ساعة، أنا لو أخذ ساعة فتنس ساعة ونص والله ممكن في نصهم راح يزعلون يقول لك لا ما بيكمل. مو زين، هاي رياضة تبي تصير محترف، هذا تطلب الاحتراف هو اللياقة وإعداد اللاعب يمكن أهم. أول شيء بدايته أهم من التكنيك، من التكنيكات والمهارات. صحيح. زيني على موضوع ثاني، الخطأ، شنو الخطر على البادل؟ الشهرة، نقدر نقول الغرور. يعني انت البادل تتكلم ولا بشكل عام الغرور والشهرة؟ لا حتى بالبادل ساعات نشوف اماكن ما تعتبر رياضه حق الناس الراقيه. لما يصير تجمع البادل في البطولات نشوف احنا كاشخاص نلتمس ان في ناس اجتماعيين بشكل كبير يصيرون. يعني حلو ان اللاعبين في منهم يصيرون اجتماعيين بشكل كبير، هذا تجمع حلو، لكن في ظواهر بعضها سلبيه، في غرور احنا نشوفه. فهمت عليك. شوف طبعا الغرور انا يعني هذه هي الصفه ان شاء الله ما تكون موجوده عند احد، لان الغرور والبطل اليوم لازم يكون متواضع مثل ما ذكرنا روجر ونادال وغيره. انا ترى شخصيا تلاقيت فيهم وجوكوفيتش، ان شاء الله روحهم افضل من روحنا وتواضعهم. فالغرور ان شاء الله ما يكون عند احد، لان ليش يعني الغرور؟ تواضع هو الاساس او اساس البطل اخلاقه. الشهره شيء ثاني حاليا، ما ادري، لان الشهره انت قاعد تتكلم المحترف اللاعب لا تهم الشهرة ترى يعني، ولا يهم المظاهر يعني. ولا أقول لك عطني، يمكن أوريك في ناس أسامي بالسوشيال ميديا وشهرة، وفي أسامي عملاقة ما حد يعرفها، لها إنجازات وأشياء يعني ما تحصى ولا تعد، ما حد يعرفها. ما يهمها الرياضي المحترف، ما يهمه الشهرة، ما يهمه. لا. الفلوس تنصع رياضي ولا تنصح مشهور؟ الفلوس تصنع رياضي ومشهور. الفلوس خل أقول صريح معك، الفلوس عامل. احنا قلت رياضه مكلفه التنس والبادل، راح تساعدك يعني تختصر لك عوامل كثيره، افضل مدربين، افضل اكاديميات، لكن مو بالضروره. اليوم الموهبه تنولد باي مكان بالاهتمام. انا اقول لك مثال بسيط واحب اضرب امثله. اليوم عندنا الدوري الالزامي الكل يدش فيه والرسمي والبطولات، عندنا لاعبين كانوا عايشين برا، طب ما عنده التزامات وبهاتهم ما شاء الله مقتدرين ولا امورهم عايشين، يمكن ما يتكلم حتى عربي وايد، باسبانيا بامريكا وغيره. لما يجي الدوري هل بالشرط ياخذ البطوله؟ لكن نفوز عليه. كان يخسر، ممكن يطلع الرابع ثالث لاعب زين يعني، بس مو بالشرط يفوز. لا، البطل يصنع باي مكان وياخذ ذا بيست اوف وات هي از، يعني الحين بالمكان اللي هو ياخذ كثر ما يقدر، ما تنشر الموهبه، ما تنشر. عيل في لحظات دائما تخاف فيها في المباراه، تصير في لحظات خوف. ما حد ما يخاف. اذا جاء رياضي اليوم وقال لك انا ما اخاف، ما يمكن عمره ما كان رياضي. الخوف يعني ابطال العالم يحوشون من الخوف، لكن كيف تتصرف مع الخوف هني يصنع البطل. الخوف انا تحوشني وايد. تدري متى يعني اكثر شيء تخاف منه؟ تخاف كمدرب يعني مدرب ولاعب، اقول لك اياها باثنين، بجمع باثنين. تهزم قبل المباراه او بالمباراه عقليا ذهنيا قبل ما تهزم بالنتيجه. النتيجه ما عندي مشكله، ما اتصرف. لو 6-0 تقدر تردها، 6-0 5-0 تقدر تردها. حتى لو خسرت وقدمت افضل ما لديك، على الاقل استفدت وطورت نفسك ذهنيا. لكن خلاص لان يخسر نفسه ذهنيا ويطلع برا المباراه، هذا شيء يخوف يعني. خلاص، واللي يطقون المضرب يكسرونه. لا هذه عاده وان شاء الله يعني ما نشوفها. وانا ما يعني هذا الشيء يعني ما باكاديميتي او سواء اي مكان اشوفه باللاعب على طول يعني لها اجراءات ويعاقب واسولف معه. هذه اعصاب، هذه رياضه. الرياضه اخلاق برا الملعب وداخل الملعب. البطل باخلاقه قبل ما يكون لعبه. وهذه كلمه العم عادل الشطي، طبعا احنا صغار هو مدربي ايضا، يعني هو مدربي، هو اللي صنعني وخلاني بطل. ف اي عمي عادل يعني، وحتى الوالد اذا كسرت مضرب او شيء او عاقب. في مره طردني من الملعب. شنو صار؟ قول القصه. طردني والله اذكرها بالخير. عم عادل حتى توه كان قاعد يعلق على ابطال كبار، واحد منهم عصب وهو معلق كبير بي ان سبورت، ولا يقول والله بس كافي هذا انا من، حتى الجمله ما تنسى، يقول انا من الحكم اطرده من الملعب. ولد اكتب له كومنت قلت له سويت انت وطردتني من قبل الملعب. قال بس تبي تعصب تبي تكمل الاعصاب هذه هذه مو رياضه، ولا اللي قاعد تسوي مو رياضه ومو لعب. هو مدرب يعني قاعد على البنش، يروح بحقك انه صغار
حقه يطلب من الحكم انسحاب تعاقب. يعني درس تعلمته بغسوه من عمي ومدرب اخر خلاني اخسر عناد من كثره الاعصاب. سبحان الله الحين انا اهدأ واطول بال، لكن كنت عصبي. اي والله كنت عصبي، اكون صريح يعني. زين انا الحين مثلا انا كشخص الحين واللي يتابعنا، انا شخص جديد في لعبه البادل، شلون اختار المضرب المناسب لي؟ عوامل كثيره. تبي يعني هي 6-7 عوامل تؤسس المضرب، لكن الاساسيه، نعم خل اعطيك الاساسيه والمهمه. وزن المضرب طبعا، الفئه انت شنو، رجال نساء او جونيور تختلف. يعني مثلا انا كشاب من عمري من 20 ل 30 سنه، يعني المتوسط. شنو المضرب المناسب لي اختاره؟ المعايير ما في شيء راح يكون طبعا اقدر اقول لك هذا المناسب. المعايير تاخذها الوزن انت يعني مضرب ثقيل جدا وايدك وذراعك ورستك والاوتار مو قويه تسبب اصابه. نعم. على طول. الكور نفسه تبي سوفت، يعني قلب المضرب تبي سوفت ضد الاهتزازات شوي عشان يمتص، او صلب جدا يختلف. واين التوازن، شوف يعني مو الوزن، توازن. في مضرب تحسه ثقيل وتمسك همه مضرب معنا نفس الوزن تحسه خفيف، ليش؟ يقسم يعني التوازن في نصهم هيد هيفي، يعني يكون طايح للامام حق اللاعبين الهجوميين اكثر، يعني راس المضرب، وفي نصهم متوزع بشكل كامل. فنقدر نقول عشان اخصها لك الوزن والتوازن مهمين جدا. قلب المضرب اذا تبي سوفت هارد او هذا، يعني ببساطه هذه الاشياء مو الباقي العوامل هم تاخذ بعين الاعتبار، لكن الشكل اللي هو الدايمن والتير دروب والدائري بس تقدر تتعود عليها. إذن سؤال مهم، منو الأصعب؟ خصم قوي ولا شريكك ما تثق فيه؟ سؤال والله عبد العزيز، سؤال جميل جدا وإن شاء الله يفيد الكل. هذا يعني زميل ما أثق فيه. الخصم مهما كان سينكسر وسيقلب يوما ما، راح تقدر تغلبه ذهنيا بالملعب. يوم ما راح يقدم أفضل ما لديه، يوم أنت راح تكون أفضل ما لديك، لكن بارتنر ما تثق فيه انت خلاص انت خسرت. يعني قبل ما تتمنى ما اقول لك خسران، لان الثقه هي اساس. يعني انا اذا ادري زميلي راح يجيب هالكره، ادري وين راح يقط الكره، هذه اللي هي الدرجه الكيمستري يكون بين الزوج. ادري ان بعد هذه اللوب راح يصعد، ما راح يقعد ورا ويسوي يسجل يعني عفوا فارغ بالملعب ويخسرنا النقطه. اشياء كثيره يعني التراست اهم. يعني نقول أول شيء اختيار شريكك أو زميلك بالفريق أهم من أي مباراة. أهم. مو شرط بطلين يكونون زينين مع بعض، مو شرط. ويمكن يجربوها وايد من الزملاء يعني اللاعبين، مو شرط اثنين يا والله هذا جدا قوي يمين وهذا جدا قوي يسار حطهم مع بعض، كيمستري صفر. وإذا تبي تتكلم عن أبطال العالم يعني مثال لبرون لاعب عصبي وانفعالي، مو كان مع جالان ممتاز، لكن بعدها مع جرب كذا بارتنر ما قدر. هو بطل عالم الاول ومخ المنتاليتي الفوز، لكن ما راح يقدر يشبك. مو الكل راح يتحمله، لازم احد يقدر يتحمله ويصبر. هادي عكسه تقريبا، هادي يعرف يطخخ اعصابه، يعرف مدى انفعاله، يعرف شلون ما يخليه يقط المباراه. يعني اي منو شريكك انت؟ زياد سلطان بالعيسى صح؟ انا زياد بالزوجي ما شاء الله. لا بعد تحيه بقول لك، خاصه ان خذيت معه بطوله الخليج، والثالثه اتوقع عرب خذينا وفرق، عبد الرحمن العوضي، وهو الان تحيه خاصه لعبد الرحمن، اخ عزيز وزميل، ويعني من التوب لاعبين بالكويت بادل يعني غير من تنس الى بادل، وهو من اللاعبين يعني خلينا نقول الاقليه اللي كانوا بطل بالتنس، مو موقف بطل، وحول من بطل الى بطل بادل ما شاء الله. شنو معايير اختيار الشريك المناسب في لعبه البادل اذا نقول؟ معايير اوكي قلت لك التيم وورك، التراست الثقه، الكيمستري هذه طبعا لازم يحددها انت ومدربينك والطاقم الفني، لان الكيمستري يختلف جدا من لاعب الى لاعب، مدى اندماج هذا الفريق مع بعض والزوج. شنو بعد المعايير؟ طبعا لاعب في احنا عندنا لاعب يمين يختلف عن لاعب يسار، لاعب ينهي هجومي، لاعب دفاعي، يعني هذه المعايير تاخذ بعين الاعتبار وتدمج الفريق. موقف صار معك مع زميل باللعبه ما نسيته لليوم؟ واقع ما تخلص؟ لا ما شاء الله، بالعكس والله قاعد تاخذني بالذاكره عبد العزيز. موقف شوف اقول لك اياه، وهذا وجهه تحيه لنا زميل ويعني قريب جدا لي، قريب اخ اكثر من اخ، ابو شاهين وابو تالي الحين انشهر علي الغريب، تحيه خاصه جدا. هذا يعني اكثر من اخ، انا وياه اخوان زين واكثر من اخوان، لكن ما نقدر نلعب زوجي مع بعض.
سبحان الله. هل هو بطل؟ وهو بطل بعد، الغريب بطل ومن اسره كلهم ابطال الغريب ما شاء نعم. الله، يعني متشابهين جدا. صح. بس كنا ما نقدر نلعب زوجي، حتى اتذكر اليومك لعبنا زوجي في مباراه نادي يرموك، ما يخسر اي مباراه، صعب يعني، كنا كاس تفوق لنا وابوه مدير النادي، خسرنا. واتذكر يومها ابوه زعل علي وعلي والله الحين اتذكر هذا الموقف، وهذا عناده بيشوف هذا يعني وتاخر الذاكره يعني على الماضي ويتذكر هذا الموقف، يعني كان موقف محرج بس تضحك لما تكبر، تضحك على هذه المواقف. مرة خسرت مباراة بسبب أعصابك؟ أوه كثير والله. يعني سبحان الله، تشوف الإنسان الهادي الآن والمدرب الهادي يعني نسبة كبيرة أنه كان عصبي بالسابق. كنت عصبي جدا، يعني أطلع من المباراة، يعني طلعت من المباراة خلاص أطلع خلاص ما أشوف قدامي، أخسر أقط، قاعد ألعب ذهنيا بس خسران. وبعد المباراة لا أحد يكلمني، تخيل بالبيت لا أحد يكلمني يوم يومين ثلاث، هذا ضغط نفسي. وصلت لمرحلة والله يا عبد العزيز قاعد أقول حق نفسي ليش قاعد تمارس الرياضة من كثر ضغط أولياء الأمور تبي تبيضها، ضغط النادي، ضغط المنتخب، ضغط بعدين رحت فريق أمريكا في هناك ضغط، كل مكان ضغط. فلا الرياضي عليه ضغط نفسي مو طبيعي، ما حد يحس إذا كان هو رياضي. ضغط نفسي مو طبيعي. رحت مرة رديت البيت سألت نفسي، قلت محمد إذا أنت هذا الضغط قاعد يسبب لك عائق وهذا، ليش قاعد تلعب هذا الرياضة؟ كيف فكرت؟ سبحان الله. بعدين هم ترى يعني مو عيب، هم بشيء ارشح فيه الكثير، المنتل كوتش. رحت حق منتل كوتش واعطاني اساليب وطرق خلتني اتجنب هذه المواضيع. شنو منها التنفس كان ولا قال غير طريقه التفكير؟ التنفس، تغيير طريقه التفكير، تغيير. لان بامريكا بالاخص ما عندهم هذه الشغلات نفسها العصبيه. قالوا لي محمد تحتاج هالشيء. كنا احنا صغار ما عندنا الوعي ان المنتل كوتش. الحين ما شاء الله هذا الجيل دشيت ولا غير. لما تعصب والله كان يقول لي كنا اتذكر واحده منها، قبل ما تعصب عد لل5 بلغه ثانيه على ما اعتقد. سبحان الله، عاد ما تعد لل5 نسيت النقطه والعصبيه. اشياء بسيطه، تكنيكات، تريكس اند تبس على قولتهم. شنو دائما كان يستفزك باللعب دائما بشكل عام؟ يستفزني شنو قصدك؟ يعني اللي يخليك انك تطلع من المود، الخساره، التكنيك، اللاعب، اسلوب غلط، مو ماشيه معاك اللعبه، انت ماشي اوكي عارف الجهه بس الايد مو ماشيه معك. هذا اصعب يوم على الرياضي. اليوم اللي يكون مو ماشي معك، ومو بالضروره كل يوم يمشي معك. هذه الرياضه فوز وخساره، يوم راح تكون انت بافضل احوالك ويوم راح تكون بسوء احوالك. بس شلون تتعامل بسوء احوالك، هني البطل وعقليه البطل تي. وانا بسوء احوالي عارف اني راح افوز بطريقه هذه عقليه البطل والمنتاليتي. وانا ما قاعد العب احسن لعب اليوم عندي، لكن عارف اني راح افوز على قدامي. لكن اذا تغلب عليك الامر كله خلاص مو قادر تلعب وساءت الامور ولا كره قاعده تنحط بالملعب والخصم باحسن احواله، هني خلاص. زين هو شوف الضغط ما لومك، انا اللاعب دائما يحوشه تحت الضغط، الزملاء، الاهل، لكن لما تدش مكان ملعب بادل ولا ملعب تنس 20,000 متفرج يطالعك، 5000 وطالع، ترى انت كانسان بشر شلون يعني انت تخاف تغلط وما تدري شلون ردة فعل اللي حولك. الله شلون تصير معك اول ما تدخل تشوف الجمهور هذا؟ يخوف شيء يعني مهيب، ولازم عليه التعود. من كذي احنا نقول طبعا تدريب له نسبه 60 70 80% والمدرب واعداد المنتل، لكن خبره البطل والفوز من المشاركات بالبطوله والبطولات الضخمه. الاحتكاك ما في احتكاك عمرك ما راح تصير بطل. من الاخر هذا باختصار اقول حق اي مشاهد، اذا ما احتكيت وما اخذت هذه الخبره بنفسك، واكون ممكن معك انا مدربك او شخص اخر، لكن ما اخذت هذه الخبره راح تكون لاعب تدريب ولا مو لاعب مباراه. ضغط الجمهور يا اخي، يعني في جمهور في دول لعبناها جمهور مستفز يخرع. عبد العزيز في مره يعني بطوله عرب مصر، احنا نتذكر منتخب الكويت مطلعين قوات مسلحه مطلعين شيء نفسي يذبحون وما قادر تسوي شيء بدولتهم. بس كان قاعد يستفزون اللاعب اللي داخل الملعب. الله يذكرهم بالخير، لاعبين كانوا وقت اكبر مني. خلاص اللاعب قاعد يقول له امسك المضرب دش بدال، وانتوا على حسب المكان اللي انت فيه لازم تتاقلم. لازم بعد خلاص لازم تتاقلم. الجمهور المحلي هم يوترك زياده لما تكون في بطوله هني محليه بالبادل او برا، ترى وجود جمهور لابس الازرق ترى تتوتر. وهذه شغله ثانيه، تمثيل منتخب. اليوم منتخب الكويت شيء ما حد راح يحس فيه الا لاعب كان بالمنتخب. وني ارد اذكر مرات حتى مدربين اذا ما لعب منتخب يعني لدولته ومثل ما راح يحس بهذا الشعور. ضغط عالي جدا.
انا يمكن بالاخص سن تحت 12 14 16 كنت يعني كابتن الفريق بدال كابتن. يعني انا كان اللاعبين يثقون فيني انا، حتى النادي كان يثق فيك انت على مباراه يا تفوزها، وطبعا النادي شيء وحتى المنتخب شيء ثاني. بطوله الخليج يا انت تفوز الحين والكويت خلاص تاخذ الاول، يا اذا خسرت محمد خلاص راح يمكن نروح الثالث او الثاني يعني على النهائي. شعار المنتخب لما تشوفه يعني احنا هذه الوطنيه ازدادت اكيد وعشان ربينا فيها، عائله كامله وطنيه ومنتخب. شيء ثاني يعني لي شيء ثاني كثير. اليوم ترفع علم دولتك بمحافل محليه ودوليه بحد ذاته فخر واحساس وشعور ما راح يعرفه الا اللي يعني ما راح كنت ما اوصف لك ما راح تحس بالشعور. حتى في شغله أنا لازم اذكرها، اي انسان محترف في مجاله كان محترف اي رياضه اي مجال، دائما نسمع الكلمه انا راح تنتبه عليها، تفاصيل التفاصيل. كلمه تفاصيل التفاصيل ما نذكرت عبث. انت كلاعب محترف لما تطالع مثلا روجر فيدر، رافائيل نادال، جوكوفيتش وغيره، وانت قاعد معهم شخصيا، انت شفت تفاصيل التفاصيل دقيقه جدا جدا. شنو ليش التمسته منهم خذيته قلت لا الريال هذا يعني قصدك هل التمسته وانا طبعت فيه ولا قصدك شفته منه؟ شفته وبعضهم طبعت فيه أكيد. نظرة اللاعب والرياضي والمحترف لشخص آخر مثال غير عن أي شخص آخر طبعا، غير عن شخص يطالع تفاصيل مثل ما ذكرت. أنت يمكن قاعد تطالع مباراة روجر ونادال يعني تشتد وحماسا بالتبادل، أنا قاعد أشوف وقفة روجر بالفورهاند راح له بريل اليمين أو اليسار، أوبن ستانز ولا لا، سبين ولا فلات، غير الاتجاه بهذه اللعبة ليش، كسر الإيقاع بهذا الدروب شوت ليش، الإرسال الأول حط يعني وجهها على التي ولا على الباك هاند لماذا؟ أشياء هذه ما يعني كل رياضي طبعا برياضته، ما أقول لك ما راح أقول كل رياضة، كل رياضي برياضته، لكن نظرة الرياضي بشكل عام حتى لما يشوف رياضة ثانية يشوف تفاصيل غير، لأن مخك من أنت وصغير واعي على أشياء كثيرة. الإنسان ما لعب ولا خاض هذه التجربة ما عنده هذه التفاصيل. عشان كذي انت لما تتابع تستمتع تقول والله هذا يعني قراراته تفرق معك. هو صاحب قرار راح باليمين لا لعب عكس، اي قراها قبل ما تيله الارتداد، هذا شيء كبير. قراءة الكرة هذا شيء هذا فرق بين بطل ولاعب. قراءة الكرة قراءة واحدة جزء من الثانية، بالذات بالاخص التنس والبادل هي جزء من الثانية. قراءة جيدة راح تصنع لك نقطة كاملة، قراءة سيئة انت تحت الضغط، انت تحت خلاص انت تحت الضغط خلاص، ما بس انت قاعد يضغط عليك الخصم وتحاول ترد. زين الاكل ساعات اندري ماري اشوفه ياكل بالشوطين راحه، الاكل اللاعب البادل عشان يحرق شلون نشوف الاكل قصدك يعني وقت اللعب ما يصير يعني وجبه لا، لكن السناكات المفيده صحيح. الموز شيء يعني الموز تدري انت كرياضي شد البوتاسيوم على ما اظن ما بيأتي البوتاسيوم وغيره للشد العضلي، وفي امور وايد الحين ما شاء الله غير عن قبل، في الجل في الالكترولايتس حق الشدود والضغط، هذه اشياء كلها مفيده. زين ليش تحرص الحين احنا نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي حسابك الشخصي الفيديوهات دائما تحرص تحط فيديوهات الابطال وتبادلاتهم وتكنيكاتهم، ليش انت تبي توصل الموضوع هذا؟ هل تبي تعلمهم التكنيك ولا تبي ترويج ولا تبي محتوى؟ لا بالاخر والله انا اقول لك يا بصراحه عبد العزيز، ولا واعوذ بالله كلمه انا لولا البزنس ما فتحت حسابات عام ولا ادري شنو عالم التواصل الاجتماعي، وراح تستغرب من انا شخصيتي يعني ترى ما تابع يمكن احد ولا تابع فيديوهاتي لا احطها، سبحان الله. يعني الله سخر لي طريق السوشيال ميديا وانا لا بحسبانه ولا عارفه ولا لي شغل فيه. لو تقول لي كابتن هل ان شاء الله تبي تصير انفلونس، اقول لك لا، انا محتوى رياضي وان شاء الله واسم معروف يبني لك بزنس وغيره يفتح لك بيبان، لكن شهره وانفلونسر يومي لا. انا اقول لك انا نوت كاتفر تخلي يعني متخصصين الانفلونسر، انا شيء ثاني هذا والله. فاقول لك يا لما اليوم اشرح بفيد المتابع، ابي والله صدق، وبالاخص لما تقول ابطال العالم راح ياخذ النصيحه بطل العالم. يعني اوكي ممكن انا اشرح له، ممكن اصابه شوي قاعد تمنعني من شرح كثير، بس اذا شاف بطل العالم قاعد يطبقها المخ اللاواعي بروحه شنو يقول لها صحيح هذا بطل الاول العالم قاعد يسوي هذه الطريقه. لو تقول انا قاعد اسوي نفسها ليه باكر، لو تقول انا قاعد اسوي نفسها والله هاي نفس الحركه، لا تابع قاعد يسويها، المخ على طول راح يقول اوكي نعم هذه المصداقيه. بالختام نتكلم عن التنس البو، الاصابات الرياضيه هذه كانسر الرياضات المضرب، ويعني
بعيد الشر عن الكل، لكن التنس ألبو تبدأ ممكن من المرفق، تحس بعوار لوتار، تصعد من تحت، حتى يسمونها مرات تحت جولف ألبو، فوق تنس ألبو. إن حاشتك يعني بعيد الشر أنت بلعبات المضرب خلاص ما لك مستقبل. لا التنس لا سكواش لا تنس طاولة ولا شيء، خلاص أوتار وكهرباء وعلاجها طويل وما راح ترد نفس قبل. فبالعكس الوقاية من هذه الإصابات أهم شيء. استشارين اصابات اليد شلونهم وياكم؟ شلون؟ استشارين اصابات اليد. اي انا اخو انت تتكلم، انا ملك الاصابات، اهملت نفسي يعني. وادرب دكاتره، يعني كل دكاتره يمكن الكويت دربته ما شاء الله والنعم فيهم. فتدري ايش كثر كانوا ينصحوني كابتن خلاص ندري والله انك شغوف تبي وتبني بس اهتم بصحتك. وهذه كلمه، هذا الشيء الوحيد عمري ما تحسست على شيء الا هذا الشيء. الا الشيء هذا الصح. ما شاء الله عليك كابتن محمد الشطي ابو جاسم. ترى احنا وصل الختام والله ما حسينا بالوقت يا عبد العزيز، والله منك ما شاء الله، من اسلوبك اللطيف يا عبد العزيز، من طريقه حوارك تخلي الانسان هو اللي وده يتكلم. لا شرف لنا، هذا حق واجب. كلمه اخيره حاب توجهها هالمره حق العائله كلها، شنو حابب تقول؟ طبعا انا اليوم اشكر العائله، بالاخص التحيه الكبيره والكبيره للوالده القائد، يعني على ان خلالنا في طريق في هذه الدنيا وهو الرياضة، لأنها بيئة، لأنها مجتمع، لأنها أسلوب حياة، نمط حياة، معارف، وتغنيك عن كل شيء بالدنيا. يعني لو تقول لي شنو كان يونسك قبل إنجازات والرياضة، وشنو الحين كابتن يونسك؟ الرياضة، بزنس ورياضة بالآخر. فأشكر العائلة كلها وأتمنى التوفيق، وإن شاء الله يعني الكل ياخذ بهذه النصيحة ويختار الرياضة سواء بادل أو لا، حق عياله وحق نفسه، لأنها نمط حياته يغنيك عن أشياء كثيرة. ما شاء الله احنا وصلنا معك الختام كابتن، شكرا لك على وجودك ويانا اليوم. والله أنت مشكور عبد العزيز، شكرا على الاستضافة الجميلة وعلى البرنامج الراقي، وإن شاء الله نشوفك ملعب البادل. لا إن شاء الله تامر، ناخذ المضرب ويانا. كان معنا الكابتن محمد الشطي في هذه الحلقة في مرايا. تحدثنا هذه المرة عن ظاهرة لعبة البادل والقصص اللي تصير دائما مع الأمور الإنجازات الرياضية والمباريات المختلفة. إن شاء الله استمتعتوا معنا من خلال هذه الحلقة، نلتقي معكم إن شاء الله في حلقات قادمة. تقبلوا تحيات فريق العمل، مع السلامة.